ارتباط شركة نايل ديفلوبمنت بالرياضة، أنا حاسس إن في الدي إن إيه في مجلس إدارة نايل ديفلوبمنت هو إيمان حقيقي بإن إحنا لازم ندعم الرياضة بجانب دعمنا للقطاع العقاري. الترجمة أو شركة نايل ديفلوبمنت شايفة علاقتها بالرياضة بتتمثل في إيه؟ طبعا لما جات لنا فرصة إن يعني جزء من مصاريف التسويق يتحول لزيادة جهودنا في الرياضة، لأن مجتمع الرياضة أصبح مجتمع مختلط في الرياضة والسياسة والاقتصاد والإدارة والوطنية. فطبعا اعتقد كل الكيانات لازم تحوز ده، وده النماذج دي معموله في العالم كله ونجحت جدا، واتعملت كتير في المنطقه العربيه ونجحت جدا. واعتقد ان هي كمان لازم احنا كل الكيانات عندنا تدخل تدعم الانديه الشعبيه وتدعم الرياضه وتدعم. اعتقد فعلا الرياضه بقت داخله في الاقتصاد، بقت داخله في الاعمال، صناعه بقت صناعه كبيره جدا. فعلا هو مجتمع مختلط فيه كل حاجه، فعشان كده لازم الكيانات تدخل فيه، لان دخولها فيه هيساعدها ككيانات، وكمان هيساعد الرياضه وهيساعد الانديه الشعبيه، وهيساعد على المنافسه، والانتخابات الوطنيه مستواها يزيد والانديه الشعبيه مستواها يزيد. فان شاء الله باذن الله اعتقد المرحله اللي جايه تشهد كيانات كثيره جدا تدخل وتزود جهودها في دعم المجتمع الرياضي. واعتقد باذن الله الكيانات الاستثماريه في مصر هتدخل بقوه في المجال الرياضي الفتره اللي جايه، بحيث نعلي مستوى كل الرياضات، مش بس كرة القدم. طبعا الرياضة وفي المركز من كرة القدم، ولكن كل الرياضات بإذن الله. ده كان حصل بقاله فترة، وإن شاء الله هيزداد جدا الفترة اللي جاية بما فيه الصالح العام وصالح كمان الشركات اللي دخلت تدعم وترعى. ان شاء الله من نجاح لنجاح، ودايما بتمتعونا باحداث واحتفاليات فعلا بتبقى جديده. بصراحه احنا اللي عاوزين نشكركم، لان انتوا بتتابعوا كل ما هو ايجابي في بلدنا وتنشروه. وفعلا برنامج جدعان اسمع المسمى، الناس اللي بتعمله جدعان بتظهر المصريين الجدعان اللي شغلهم فعلا في جينات المصريين الجدعان، وبنقول ان مصر مليانه جدعان ومليانه منجزات عظيمه، وبنصدر الصوره الايجابيه اللي ان شاء الله تعم مصر كلها في كل بقاع. واحنا مبسوط جدا جدا ان في برنامج بيركز على الايجابي. على فكره دبي بقت دبي عشان هم مركزين على الايجابي فقط ونشر الايجابي، وبس عندهم سلبيات زي اي دوله، ولكن لا تنتشر عشان ما تعمش، وعشان وقتهم كله يكون على الايجابي فقط، وتجد ما فيش نشر اي سلبي رغم ان هم عندهم سلبيات او اي مجتمع. فبرنامج زي برنامجكم وثقافه زي ثقافه الايجابيه اللي انتم بتنشروها دي من اكتر حاجات اللي مصر بلدنا محتاجاها.